السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في قناة أكتو سبور. اليوم النادي الإفريقي في مواجهة مستقبل سليمان. عرفت تشكيلة المدرب بتوني تغييرات لأسباب التزامات دولية لبعض اللاعبين مع منتخبات متاعهم، كيف لأسباب تأديبية وخوف على الإنذار الثالث بالنسبة للزعلوني، أو لاختيارات فنية من المدرب بتوني. دونك اليوم التشكيلة تاع النادي الإفريقي شهدت دخول ياسين بوعبيد في اللاكس مع حمزة بن عبدة في غياب علي يوسف للالتزام مع المنتخب الليبي. كيف لاحظنا دخول الغريسي مكان الزعلوني، لأنه الزعلوني عنده 2 كارتون جون ورجع من إصابة. دونك من الأفضل إنه المدرب قرر إنه باش يرتاح الماتش هذا. كيف لاحظنا دخول أحمد خليل مكان سيماكولا اللي مازال ما رجعش من أوغندا لالتزامات مع المنتخب متاعه. لاحظنا كيف تعويض بسام السرارفي اللي في المدة الأخيرة في اللقاءات الأخيرة ما كانش حاسم، وكان معناها اللعب نتاعو متذبذب. دونك اليوم لاحظنا دخول اللاعب كينزومبي اللي في أول ظهور ليه عمل معناها ماتش ممتاز، وخذا نوت ممتازة برشا من كل النقاد ومن جميع من الجمهور. معناها عمل لقاء ممتاز برشا، وساهم في تسجيل زوز أهداف في لقاء اليوم. دونك بالنسبة للناحية الهجومية حمدي العبيدي ثابت في مكانه، والخضراوي من الجهة اليسرى موجود كالعادة. دونك اليوم النادي الإفريقي حاول إنه يسجل أهداف في أسرع وقت ممكن في الشوط الأول، وعمل ضغط عالي على فريق مستقبل سليمان. الضغط هذا ولد أخطاء دفاعية، وفي الدقيقة الأولى مدافع سليماني رجع الكرة عن طريق الخطأ، يحاول يعمل باس ولكن يعطي كرة خاطئة لآية مالك اللي ما فلتش الفرصة ويسجل الهدف الأول. دونك دقيقة و30 ثانية تقريبا هدف أول للنادي الإفريقي. بعد ذلك اللاعب كنزومبي محاولات فردية ودي كومبينيزون مع خضراوي مع آية مالك يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، اللي استماتة من اللاعب واللي يحاول معناها إنه يستميت على الكرة متاعه. والاستماتة هذه والاندفاع البدني ممتاز من كيزومبي يولد هدف ثاني عن طريق كينزومبي اللي اليوم معناها كان حاسم وكان ممتاز جدا في الأداء متاعه. وكان ثم رغبة كبيرة إنه يثبت إنه لاعب يستحق حمل مريول النادي الإفريقي. هدف ثالث كيف من نفس اللاعب اللي جرب من بعيد شات وعمل شوطة ممتازة، وهدف ثالث ممتاز. الكرة ضربت في مدافع سليمان عملت ديفياسيون، وهدف ممتاز ثالث. دونك بعد ثلاثة أهداف دونك لاحظنا إنه ثم طريف معناها رولاشمون صار بالنسبة للاعبين النادي الإفريقي، وكأنه اللقاء معناها انتهى بالنسبة في أذهان الملاعبية. ولاحظنا إنه الملاعبية كأنها في أذهانها إنه الماتش سي بون معناها تربح من الشوط الأول 3 بلاش. ولاحظنا إنه مستوى اللعب نزل برشا، وصار ثم معناها تسيير للقاء من الكلوب أفريكان اللي حاولت تسير اللقاء وحاولت بأقل مجهود إنها تتحصل على 3 نقاط في لقاء اليوم. دونك الشوط الثاني ما لاحظناش نسق كبير من فريق النادي الإفريقي كما حكيت، لأنه النتيجة اللي حاصلة في الشوط الأول اللاعب التونسي يصير ريلاشمون مونتال، وما عادش معناها سي بون معناها 3 بوان أصبحوا معناها من تحصيل الحاصل. ما شفناش برشا لاعب، ما شفناش برشا اندفاع وسط الميدان، ما خدمش كما يلزم بين الزمزمي واحمد خليل. ما كانش ثم افتكاك الكرة في وسط الميدان، ما كانش ثم شوية اجريسيفيتي ديفونسيف في وسط الميدان. لاحظنا اكثر فريق سليمان يستحوذ على الكرة ويلعب في المناطق الدفاعية للنادي الافريقي، واللي كومبينيزون بين الملاعبية معناها ممتازين فنيا بالنسبة لمستقبل سليمان، كيما منوب الحداد اللاعب السابق للنادي الافريقي، المعواني. دونك لاحظنا انه في احد الكومبينيزون اللي عملوها جوار سليمان ثم غلطة من المدافع الإغريسي اللي اليوم غايب كومبليتمون، ما ثماش معناها الإغريسي مستواه ضعيف جدا للأمانة اليوم. لاحظنا إنه صارت كومبينيزون بين زوج جوارات وهدف أول ممتاز بالنسبة للمستقبل سليمان. كيف في آخر الوقت لاحظنا أن المدرب التونسي حاول أنه يقحم علي يوسف ولعبنا ثلاثة في اللاكس. كيف دخل بسام السرارفي في آخر الشوط الثاني. وهنا لاحظنا أن المنافسة اللي بين كينزومبي والبسام السرارفي أعطت معناها الأكل متاعها وأعطت نتيجة. بسام السرارفي اليوم كان حاسم في آخر اللقاء وسجل هدف رابع. دونك اليوم بسام السرارفي وكأنه خاف على البلاصة نتاعو وعرف إنه
البلايص غالية في النادي الإفريقي ولا تُهدى معناها وليست هدايا. دونك يلزمك تثبت الوجود نتاعك، يلزمك تعمل ماتشات باهية، يلزمك تخدم في وسط الماتش، في وسط les entraînements باش تضمن بلاصة مع المدرب التونسي، وهذه فلسفة ممتازة من المدرب التونسي اللي ما استانسناش بها مع المدرب التونسي قبل. دونك بسام أسرار في كيف دخل عمل مجهود فردي ممتاز وشات كورة والهدف الرابع بالنسبة للنادي الإفريقي. لاحظنا في آخر اللقاء إنه ثم كما حكينا ال النتيجة أصبحت من تحصيل الحاصل 3 نقاط بالنسبة للنادي الإفريقي، وهدف ثاني عن طريق اللاعب مستقبل سليمان اللي يفرني للأمانة ما نجم يعمل حتى شي في زوز أهداف صارت combinaison وأهداف معناها صعاب إنه أي حارس مرمى يشدهم معناها. مع العلم إنه غاية اللي يفرني في الشوط الأول إثر أخطاء ياسين بوعبيد عمل 2 باراد ممتازين برشا وخلانا في الطرح. في العموم ما ثماش مستوى فني كبير برشا بالنسبة للنادي الإفريقي، ولكن الأهم والمهم هو 3 نقاط اللي تحصل عليها الفريق. أيضًا غيث الإفري موسم معناها عدّى مباراة ممتازة، ويفند الإشاعات إنه النادي الإفريقي في بحث عن حارس جديد وكل شيء. إن شاء الله الحارس هذا يخدم وإن شاء الله يتواصل معناها التألق متاعه وإن شاء الله يكون حارس أول للنادي الإفريقي. عزيز الغريسي للأمانة اليوم خارج الموضوع، ياسين بوعبيد مستواه متذبذب متوسط، والظاهر إنه الغياب عن المقابلات السيد فقد معناها الثقة في نفسه، ثم شوية تذبذب في الأداء نتاعو. الزمزمي مازال ديبا مازال ضايع شوي. أحمد خليل وفي معناها العادة نتاعو متوسط أو فوق المتوسط كمردود عام. الخضراوي الغائب الحاضر اليوم في لقاء النادي الإفريقي، عنده مدة اللاعب غايب، من الأفضل إنه يرتاح شوي في البنك يشوف روحه ويصلح الأخطاء نتاعو، وإن شاء الله في انتظار رجوع آدم جرب أو أي لاعب آخر ينجم معناها يعمل المنافسة مع الخضراوي. دونك في المجمل لقاء ممتاز للنادي الإفريقي أو متوسط فنيا، ولكن الامتياز فيه 3 نقاط والفوز برباعية. وتواصل الريادة في المرتبة الأولى حتى نشوف إن شاء الله لقاء جرجيس والإتوال. دونك الحمد لله 3 نقاط اليوم في وقتها تخلي النادي الإفريقي في المرتبة الأولى في انتظار بقية المقابلات اليوم الأحد إن شاء الله. ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أكتيو سبور، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة.